السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم احبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض حاجة حلوة. هنعمل مع بعض كيكة التايجر. معايا هنا نص كيلو دقيق او 3 كوبايات ونص دقيق. معايا معلقتين كبار كاكاو، معايا 3 بيضتين، ومعايا فانيليا، ومعايا نص كوباية سكر، كوباية الا ربع زيت، ومعايا كوباية لبن. هنبتدي دلوقتي نعمل حاجة هنشوف هنعمل ايه مع بعض. احنا هنعمل في الخلاط، هنزل اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هننزل بالبيض. انا الاول بكسره في طبق بره عشان اتاكد منه بس، وبعدين ايه هفضيه في الخلاط. سهله بسرعه وسريعه وفي منتهى الجمال. طالما نزلنا بالبيض يبقى هننزل بالفانيليا. انا معايا فانيليا سايله، هي بصراحه بتبقى ممتازه في الحلويات. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهننزل بالسكر، يبقى نزلنا بالبيضتين والفانيليا والسكر. هنضرب كويس جدا لغايه اما اللون يفتحها على الاخر زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. كده اللون، ونشوف السكر داب ولا لا. ندوب السكر كويس، وبعدين ايه هننزل بالزيت. نضرب كويس جدا لغاية كله ما يتجانس مع بعضه والقوام يبتدي يتقل معايا واللون بتاعه يفتح، يبقى زي لون الكريمة كده شوية. انا بنزل اللي في الجناب عشان لو في سكر ولا حاجة في الجناب كده ننزله ايه سوا. ومعايا هنا معلقة خل كبيرة. الخل بيدي هشاشة للكيكة، ولونها بيبقى فاتح وجميل كده، ما بيبقاش غامق. خلاص كده ضربنا كويس. هننزل باللبن. هننزل باللبن ونضرب. سبحان الله، الحمد لله، الله اكبر، ولا حول ولا قوة الا بالله. خلاص كده احنا ضربنا الخليط كله مع بعضه. هننزل بقى بيه على المواد الجافة. طبعا الدقيق منخول مرتين، عليه كيس بيكنج باودر اللي هو كيك شيف، ورشة ملح. نقلبه كويس كله. ما انا نخلاه مرتين. نزلنا بالخليط كله اهو. هنقلب كله في اتجاه واحد زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. نقلب بقى كويس كده عشان ما يبقاش فيه تكتلات وفي اتجاه واحد عشان الهواء اللي في الكيكة ما يهبطش. زي ما انتوا شايفين كده حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. انا بقلب كده كله في اتجاه واحد. انا كده كنت بدوق السكر بتاعه مظبوط ولا لا. هو ده القوام اللي انا عايزاه. ولو لقيته عايز تاني هحطه لبن زي ما انتوا شايفين كده. انا لقيته تقيل شوية فهخففه باللبن بالراحة. انا بعمله بالراحة بس الحتة دي انا مجرياها زي ما انتوا شايفين كده. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. هقسم بقى الخليط ده، أنا هقسمه عشان هنخلي نصه شوكولاتة كاكاو ونصه أبيض. أنا معايا هنا معلقتين كاكاو أسباني. أنا حطيت عليه حبة مية كده عشان
ادوبه قبل ما احطه على الخليط. حطي عليه حبه ميه حبه لبن قبل ما بدوبه كويس قوي، وبعدين احطه على الخليط عشان ما يخرص في الخليط بتاع الكيكه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. زي ما انتم شايفين كده حبايبي. لا إله إلا الله الواحد الأحد، لا إله إلا الله الفرد الصمد، لا إله إلا الله الواحد الأحد، لا إله إلا الله الفرد الصمد. هنا بقى معايا صينية دي مقاس 30، دهنتها سمنة زيت، شوفي انت عايزة تدهنيها ايه، وبدرتها بالدقيق كده زي ما انتم شايفين. وهننزل بقى ايه بالخليط حاجة حاجة. يعني هننزل الأول بخليط الشوكولاتة، بعد كده هننزل بخليط عليه زي ما انتوا هتشوفوا معايا دلوقتي بالخليط الأبيض. كيكة جميلة وفي منتهى الجمال، ان شاء الله تعجبكم، وتقولوا لي رأيكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. اهو هننزل بالأبيض احنا بنبتدي بنص الصينية، هنفضل كده نتبادل شوكولاتة وأبيض شوكولاتة وأبيض لغاية لما نخلص كل الكمية اللي معانا. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هننزل بقى بالخليط كله كده ايه لغاية اما نخلص الخليط كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ان شاء الله الطريقة دي تعجبكم، تجربوها وتعجبكم ان شاء الله، وتقولي لي رأيكم في التعليقات الحلوة بتاعتكم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ننزل بالخليط الشوكولاتة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. خلاص احنا خلصنا كده الخليط كله زي ما انتوا شايفين. ايه بقى، هنجيب ظهر السكينة او خلة اللي يعجبك ماشي، بس هنعمل كده ونرجع تاني، بس ايه نمسح السكينة زي ما انتوا شايفين. نعمل لها شكل جميل كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لا اله الا الله الواحد الاحد، لا اله الا الله الفرد الصمد. زي ما انتوا شايفين عملت زي الوردة بالظبط. هندخلها بقى الفرن على الرف الوسطاني، ومش هنفتح عليها الباب خالص، باب الفرن لمدة تلت ساعة. بعد كده ممكن تقدري تفتحي الفرن عليها. اهي احنا طلعناها بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، شايفينها بسم الله ما شاء الله. بنعمل لها اختبار بالخلة كده او بسن السكينة رفيع، لقيناها خلاص استوت، بنقفل عليها الفرن ونسيبها لمدة 5 دقايق او 10 دقايق في الفرن، وبعدين بنطلعها عشان ما تهبطش. وادي الشكل بتاعها النهائي، كانت في منتهى الجمال بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله، عالية وهشة. اهي شايفين بسم الله ما شاء الله، والسكر بتاعها مظبوط. تاكليها بقى تفطري بيها الصبح مع كوباية شاي، كوباية قهوة، كوباية نسكافيه، ممكن في العشاء مع كوباية لبن. الله ان شاء الله تعجبكم. السلام عليكم.